الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله. الكلام موجه للإخوان الشباب اللي يتعاطون المسكر العرق. هذا الوادي تقريبا مسكنا فيه أكثر من 10 مصانع وكلها من موية المجرى اللي أنت شايفها. الإثيوبيين والأعمال المتخلفة في البلاد يصنعون العرق في هذه الأودية عشان صعب النزول لها. تمام؟ يا أخوان لو تلاحظ العرق الآن هذا مقطوع من هذا الموية، موية المجاري، والله موية المجاري يا أخوان. يصفيه بكلوركس عرق، والشعب شربان ولعيونه، تشرب لعيونه زق. هذا زق موية مجرى مصفين هناك وزايك الموية الزود، ويخش العمال الإثيوبية يقطعون العرق داخل. يا أخي اتق الله في نفسك يا أخي. لو العجيب انك تصب اخر شيء الحبة وتولع بالولاعة، هذا كلوركس اللي قاعد يشب. إلى متى يا أخي؟ اتق الله في نفسك يا أخي. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، اذكر الله سبحانه وتعالى وخلك طبيعي، خلك صوفي يا أخي. خلك طبيعي يا أخي، عيش حياتك. والله من موت في مجرى تشرب، قسم بالله موت مجرى والله. هذا الكلوركس اللي يقطع منه يصفي منها العرق. هذا صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. هذا الكلام يخون براءة للذمة، أبري ذمتي والله. أكثر مرة ننزل هذا الوادي وغيره، نترك المصانع ونمشي. هذا المقطع الآن براءة الذمة للأخوان يتعاطون العرق، سواء في هدى، في هنا، في صفا، في دبة منها، يجيب لك دبة منها ب 500 ريال كلها موية مجرى. اتق الله في نفسك يا أخي. هذا صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.